من اكتر الحاجات اللي انا بكرهها في حياتي هي فكرة السفر. لما تقول لي يلا نسافر، يلا عندك مشوار ضروري واجباري لازم تروح المكان الفلاني، يعني ممكن اعمل اي حاجة متعبة وما تقوليش سافر. بس زي ما قلت لكم كده، يعني الموضوع احيانا بيكون بره ايدك، خلاص الموضوع اجباري مفيش فيه رفاهية. فاعمل ايه بقى عشان الموضوع ده يهون عليا؟ بربط الموضوع بحاجة حلوة او بحاجة انا ما كنتش اعملها الا لو سافرت. يعني مثلا لما تقول لي يلا نروح مشوار في التجمع، انا بحسب التجمع ده ياخد كام تسبيحة، ياخد كام استغفار، ياخد كام صلاة على النبي. وليكن ياخد 5000، فاقول يا سلام، المشوار ده على قلبي زي العسل، مع ان انا اصلا مش طايق اروح، بس انا ربطته بحاجة تانية حلوة عمري ما كنت هعملها بالشكل ده الا وانا مسافر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله. يعني الحمد لله الموضوع طلع لي سند، انا مش بتدلع يعني. المهم الهدف بتاع الفيديو مش ان انا اقول لك ان السفر متعب وان انا مش بحب